توصلت إدارة الترجي لاتفاق رسمي مع هيئة المستقبل الرياضي بسليمان من أجل الظفر بخدمات المهاجم الغامبي كاباسو البالغ من العمر 18 سنة. وسيقوم نادي باب سويقة بالتفريط في لاعبين اثنين لفائدة مستقبل سليمان. ويذكر أن إدارة المستقبل قد تعاقدت مع كاباسو في الميركاتو الصيفي الحالي وبعقد مدة 3 مواسم. وجاء في النص الرسمي للمواقع التواصل الاجتماعي للترجي أنهى الترجي عشية اليوم إجراءات التعاقد مع المهاجم الغامبي كاباسو قادما من المستقبل الرياضي بسليمان بعقد لمدة سنة قابلة للتجديد. هذا ويحل الترجي بعد غد الأحد انطلاق من الساعة 3:30 عصرا ضيفا على النادي الصفاقسي لحساب الجولة الخامسة من المرحلة الأولى للبطولة الوطنية. وقد علمنا بأن حارس فريق باب سويقة أمان الله مميش سيواصل الغياب عن التشكيلة الأساسية، وسيعوضه رسميا الحارس معز بن شريفي على غرار المقابلة الأخيرة ضد نادي الديوان البوركيني لحساب ذهاب الدور التمهيدي الثاني لرابطة الأبطال الإفريقية. يذكر أنه مميش تعرض لإصابة مفاجئة قبل المقابلة وسيواصل بالتالي الغياب. من جانبها أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد التونسي لكرة القدم اليوم الجمعة تعيينات حكام الجولة الخامسة من الدور الأول للدوري الممتاز. وتشهد الجولة الخامسة مباراة الكلاسيكو بين صفاقس والترجي. المقابلة على ملعب الطيب المهيري بصفاقس بطاقم تحكيم يضم خالد قويدر، عمر الرياحي، رياض بوشلاغم، مروان الخمري وكذلك بشير الحساني. في خبر آخر، وجهت مجموعة من الصفحات المنتمية للنادي الإفريقي على مواقع السوشيال ميديا فيسبوك الشكر لإدارة الترجي الغريم الأزلي بالنسبة لهم الأحمر والأصفر باستفزاز ذلك بسبب صفقة لاعب الوسط رشاد العرفاوي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. واعتبرت الصفحات المنتمية لنادي باب جديد أن إدارة الترجي قامت بطريقة أو بأخرى بتسهيل عملية انتقال العرفاوي للنادي الإفريقي بصفة مجانية بعد نجاح اللاعب في إقناع رئيس الترجي حمدي المدب على الموافقة على قرار فسخ عقده بالتراضي. وترك العرفاوي الترجي بعد أن تم فسخ العقد بالتراضي مع إدارة نادي باب سويقة، وقرر البحث عن وجهة أخرى وتحدي جديد بعد موسمين مخيبين للآمال مع الترجي. وظهرت 3 وجهات محتملة أمام العرفاوي، وهي الملعب التونسي والنادي الصفاقسي والنادي البنزرتي، لكنه اختار العودة إلى نادي قلبها الإفريقي الذي بدأ معه المسيرة الكروية. وجاء شكر جماهير الإفريقي لإدارة الترجي بعد تألق العرفاوي وتقديمه لمستويات مميزة في مباراة الفريق البارح ضد النجم الساحلي 1-1 اليوم الخميس في إطار الجولة الرابعة من بطولة الدوري التونسي، إذ كان وراء التمريرة الحاسمة التي جاءت فريقه الوحيد عن طريق غيث الصغير. نذكر أن النجم البالغ من العمر 27 عام قدم بدايات رائعة مع شباب الإفريقي قبل أن يغادر نحو الأولمبي الباجي في 2016، ومن ثم انتقل إلى مستقبل سليمان واللي تألق فيه بشكل لافت، وسبق للاعب تمثيل المنتخب التونسي لفئة 17 عام، وشارك معه في كأس العالم 2013 قبل أنه يختار في صيف 2021 الانتقال للعب مع الترجي وحاليا في الإفريقي.